السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يومكم هنا وسرور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. مرحب بكم معايا في فيديو. النهارده هنعمل مع بعض الحواوشي بعيش الفرنة، بالعيش العادي اللي بنجيبه من الفرنة. تابعوني يا حبايب قلبي. بس قبل ما ابدأ الفيديو بتاعي ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم مني كل جديد. ولو حابين يا حبايب قلبي نعمله مع بعض معاكم بالمعجنات، نعمله مع بعض كده بالعجين، نبقى نعمله مع بعض كده حواوشي اسكندراني كده بالعجين الابيض في فيديو تاني باذن الله. بس انا النهارده حبيت اعمل سندوتشات زي ما انتوا شايفين كده، حواوشي سريعه كده للاولاد علشان نتغدى سريع كده. فعملته بالعيش اللي كان جايبينه من الفرن، وقطعت معاه زي ما انتوا شايفين كده حبة خيار وطماطم كده وكابوتشاية كانت عندي عشان تطري معانا طبعا الدهون الكتيرة اللي انتوا شايفينها ديت. وطبعا انا كنت عاملاه بحتة ليا عندي كده مسيحاها، حطيت على الوش كده وظبطت الوش بتاعنا كده وحرمشناه زي ما انتوا شايفين، بس محرمش وجوسي وطري برضو في نفس الوقت. حاجة كده اللهم بارك. واللحمة كان طعمها جميل بحتة الدهنة اللي انا حطيتها لها، كانت مدية طعم مش قادرة اوصف لكم. يعني لو عندك حتة دهنة كده جايباها من الجزار، بقية اللحمة ما تحطيهاش في الشوربة، اركنيها اعملي بيها احلى حواوشي، هيطلع معاكي حواوشي جبار. لو عملتيها بحتة الدهنة او حتة اللية هيطلع معاكي زي ما انتوا شايفين معايا كده. انا جبت البصلة بتاعتي قطعتها زي ما انتوا شايفين كده وحطيتها في الكبة معاكم، وهنزل عليها كده بالفلفل الاخضر. انا هنا كنت عامله اول مره وما صورتوش معاكم، بس قلت هصور معاكم بقى فعملته معاكم. زي ما نبدا من الاول كده زي ما انتوا شايفين، جبنا بصلايه كبيره وعليها قرن من الفلفل كده البارد، ونحط برضو حبه من الفلفل الحامي، وهنزل بخلطه الحواوشي كده معاكم. انا جايبه الخلطه الجاهزه ديت من ماجي، هنزل بيها كده بمعلقتين كبار كده من الكيس بتاعي. يعني انا اخدت الكيس دوت على الكميه اللي انا عملتها كلها. اهو زي ما انتوا شايفين كده بتحطي حبة كده في الكبة معاكي، وبننزل مع بعض كده زي ما انتوا شايفين كده، نخلطها مع بعضها كده. اهو بتضربيهم مع بعض في الكبة كده ضربة كويسة ناعمة كده. اهو يا حبايب قلبي بنضرب في الكبة كده، ويستحسن تضربي ضرب ناعم كده علشان خاطر الحواوشي بتاعنا كله يتجانس، اللحمة مع بعضها مع البصلة مع كله، يعني تخلي الخليط كله معاكي متجانس وناعم وكويس. هنزل كده معاكم زي ما انتوا شايفين كده، بوقف الكبة تاني وهنزل بقطع اللحمة بتاعتي المفرومة، يعني بنزل بحبة من اللحمة المفرومة، وهنزل بحتة برضو من الدهن اللي هي بيقطعها لنا بتاع اللحمة، بدل ما نحطها في الشوربة بنحطها معاكم كده في الحواوشي او الكفتة. هنزل بحتة كده من اللحمة زي ما انتوا شايفين كده قطعتين، وهضرب تاني وهرجع تاني برضو اعمل كمان مرة. اهو زي ما انتوا شايفين كده هنزل عليها على طول واضربها ضرب ناعم، يعني نفضل نضرب فيها كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اهو يا حبايب قلبي بتضربي كويس جدا ضرب ناعم في الكبة بتاعتنا زي ما انت شايفة معايا كده اهو. تابعوني يا جماعة، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. بنضرب ضرب ناعم كده في الكبة معانا زي ما انتوا شايفين، تضربيها كويس جدا علشان خاطر ما تبقاش معاكي في الحواوشي البصل يبان والفلفل يبان، لا احنا عايزين كل حاجة مضروبة كويس علشان خاطر يبقى الحواوشي بتاعنا زي بتاع بره. وجبت العيش معاكو هنا، ده العيش بتاع الفرن العادي، بفتحه كده وبحشي فيه كل الكمية بتاعتي، يعني بحشي الحواوشي بتاعي كله مرة واحدة، وبدهن وشه وظهره من الزيت، يعني بتدهني حاجة بسيطة من الزيت. انا كنت مسيحة حبة من اللية كده وحطيت عليهم معلقتين من الزيت، انتي مش حابة تحطي برضو كده بتحطي زيت بس خالص، بتستكفي بالزيت وبتحطيه في قلب الفرن وبيطلع معاكي اللهم بارك. هنا العيش دوت انا كنت جايباه من الفرن وكنت مستعجلة جدا، فقلت اعمل حواوشي كده على السريع عشان كنا صايمين، وقلت بدل ما نقف نعمل اكل بقى اليوم لا نعمل حاجة سريعة كده. وعملنا زي ما انتوا شايفين كده، دهنت وشه ورحت حطاه في الفرن. واللحمة اللي اتبقت عملتها زي ما انتوا شايفين كده صوابع وحطيتها مع الحواوشي علشان خاطر اعمل لهم صابعين كفتة جنب الحواوشي. وبكده يا حبايب قلبي يكون عملنا مع بعض احلى حواوشي. والمرة الجاية بإذن الله هنعمله مع بعض حواوشي اسكندراني، هنعمل عجينة حلوة كده
تبقى معانا طرية، وبرضو في نفس الوقت هنحشيها لحمة او فراخ. اكتبولي في التعليقات، اللي حابب نعمل لحمة يكتبلي، واللي حابة تجرب الفراخ في الحواوشي تكتبلي وتقولي، وانا ان شاء الله هعمل لكم احلى حواوشي باللحمة او الفراخ. الوش زي ما انتوا شايفين كده هو مجمد عشان خاطر ديت ليا، انا عاملاها كده باللية، ما عملتهاش بالزيت، دهنت ليا كانت عندي كده سيحتها ورحت حطها على وش الحواوشي بتاعي. انا كنت حابة اعمل الحواوشي زي ما انتوا شايفين كده عشان خاطر يديني طعم بره، يعني هما بيحطوا الحاجات اللي فيها دهون اكتر علشان خاطر تديهم طعم للسندوتش اللي هما بيبيعوه. فانت لو حابة تدي طعم، لو عندك ليا عندك دهن سيحيها ودهني وش الحواوشي بيها، يعني اي حاجة من الاتنين، عندك ليا عندك دهن، حابة تدهني بسمنة بلدي مفيش مشكلة. نقطعين جنبه زي ما انتوا شايفين كده، زي ما قلت لكم في اول الفيديو، كابوتشا كده على خيار على طماطم، حابين تحطوا شيبسي اللهم بارك، اعملوا بألف هنا وشفا على قلوبكم جميعا. وما تنسوش تتابعونا في سلسلة المعجنات، عندكم عاملين سلسلة المعجنات بتاعة المدارس، ادخلوا شوفوها هتعجبكم خالص. وبإذن الله انتظرونا في فيديو جديد مع بعض، نعمل أكلة جديدة برضو سريعة زي كده، الأكلات السريعة اللي مش مكلفة. أهم حاجة نعمل أكلة ما تكونش مكلفة أو وتدينا كمية كبيرة زي ما انتوا شايفين كده، يعني نص كيلو يعمل معانا كمية أو الربع كيلو، لأن الحاجة طبعا غليت والأسعار كلها بقت أوفر، فلازم نوفر ولازم نعمل برضو مع التوفير كميات. فلازم برضو ما شاء الله اللي عنده عيلة أو أسرة فبيبقى حابب يجيب بتكلفة أو إمكانيات أقل شوية، فبنجيب حاجة سعرها قليل معانا وترمي معانا كمية كبيرة وكويسة، وربنا يسترها علينا جميعا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتظرونا في فيديو جديد.